ثم روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي مما يجد، كن له حجابا من النار يوم القيامة. ذلك لأن الناس يتشاءمون من الإناث، يحبون الذكور، ويقول الرجل: إذا كبر هذا الولد سيعينني وسأرتاح يوما ما، وهو يتحمل لواء المسؤولية في البيت. وإذا جاءت البنت يقول: ماذا أفعل بها؟ وقد تجلب إلي العار، ثم لو احتجت لن تكون معينة لي على العمل، لأنه سيسرقها زوجها جاهزة مباشرة تذهب إليه. ما الفائدة منها؟ زيادة على ما قد يكون عند بعضهم من أخلاق جاهلية موروثة في الطعن في الإناث والبنات والنظرة إليهن بقصور، وأنت ما تدري في أي أبنائك يكون الخير، أفي الذكور أم في الإناث. الله هو الذي يهدي القلوب. قد تكون أنثى بنتك الأنثى أفضل من 10 ذكور، فالله تعالى أعلم بذلك. فأنت إذا دعوت الله ادعو الله أن يرزقك الصالح، كان من هذا ومن هذا، ما تهتم بكون هذه بنتا. نعم. يقول في حديث ابن عباس هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلته الجنة. وهذا ينفس عمن تكون بناته تعيش معه ولو كبرت في السن، لأنها قد لا تتزوج فيتضجر ويضيق صدره لبقائهن معه، لأنه يريد أن يكون لهن مستقبل. لكن لما ينظر لهذا المستقبل العظيم، وأي مستقبل بعد مستقبل الجنة يا إخوان؟ يعني اليوم تأتي البنت إلى أبيها تقول: يا أبي مستقبلي. أين مستقبلك؟ تقول: الدراسة والجامعة والتوظف، وقد لا تهتم بأماكن الاختلاط والفساد أن تدخل على هذه الأماكن. تقول: أريد مستقبلي، وقد تحرم نفسها من الزواج. تقول: لا أتزوج حتى أكمل دراستي، وقد تكمل دراستها بعد 30 وبعد 40 أحيانا، سيما إذا كانت دراسة في الطب، والطب تطول دراسته، وأحيانا إذا تخرجت ما يمكنها أن تتزوج حتى توظف عند الحكومة، لأنها هي التي الحكومة تكلفت من أجلها على حسب الأنظمة. فهذه أشياء كلها تربي العوانس في المجتمعات، يعني تؤخر زواج البنات لهذا السبب. فإذا قال: تزوج يا ابنتي، تقول: مستقبلي يا أبي، أريد مستقبلي. هي مستقبلها في أن تتزوج تنجب أطفالا صالحين، هذا أولى بها من أن تفكر في تلك القروش التي تجمعها من أجل التوظف أو الشهادة. اليوم سبحان الله الناس وراء الشهادات هذه، حتى الإناث، بل الإناث أكثر من الذكور، اهتمامهن بالشهادات أكثر من الذكور. ولهذا يقولون نجاح البنات في الدراسة أكثر من الذكور، لأن الذكر قد لا يهتم كثيرا بالدراسة، ما درس يعمل أي عمل. واليوم بالنظر إلى أن كثير من الشهادات غير مرغوب فيها، بل أكثرها لانتشار البطالة، صاروا يعني يفضلون الصنائع، يتعلم صنعة من الصنائع ويريح نفسه، يقول: فلان صانع يأخذ أجرة وأنا عندي شهادة عالية وما عندي عمل، وهذا يأخذ أجرة أكثر مني بكثير. فتجد الذكر زاهدا في الشهادة، والأنثى مرة وراء الشهادة، وإذا توظفت تقبل أي راتب. ولهذا الملاك وأصحاب الشركات يحبون الإناث أكثر من الذكور، لأن راتبهن نازل في الوقت الذي يقال فيه تحرير المرأة.
وهكذا تناقضات في المجتمعات اليوم. ولذلك مستقبل الإنسان هو جنته، الآخرة هو المستقبل، لأن الله تبارك وتعالى دائما يذكر الناس بالآخرة، يذكرهم بالمآل. وهذه الدنيا إن ما انتهت في سنة تنتهي في 10، في 20، في 10 قرون، الله أعلم بمدة حياة هذه الدنيا، لكن تنتهي. وإذا ما انتهت الدنيا أمامك تنتهي أنت قبلها، وهذه الدنيا قد انتهت. إذا مات الإنسان انتهت دنياه، ما يفكر في دنيا غيره. نعم.